ياسين جسيم 1 على 1. ياسين ينتظر فؤاد. ياسين يرفع كرة ياسين وبالراس لا زالت مغربية والخطورة والجول ياسين السابري. نعم يأس الشباك الأمريكية مع فؤاد السواني. الهدف الأول مشاهدينا ياسين السابري الجوليادور. ياسين السابري بذكريات الهدافية شهور في 2005. هنا يأتي الجديد بهجمة وبانطلاقة من الدرب الأيسر. فعل ياسين السابري ينافس الكبار في هذا المونديال على لقب الهداف. هنا الفرحة الأولى، هنا الضربة الأولى، هنا الكرة الأولى في الشباك الأمريكية. جابها معما جابها والله جابها معما حطها بلمسة الفنانين الكبار. يا سلام على الإبداع، يا سلام على الفنيات، يا سلام على اللمسة بالكعب. أسيست خيالي يا معما. أسيست ولا في الأحلام، أسيست ولا في الأحلام. نعم أسيست روعة من عثمان، روعة من عثمان. لاسيست أشمل من الهدف، لاسيست أشمل من الهدف يا عثمان يا معما. يا لو من أسيست يا عثمان، خيالي وجميل يا عثمان. واللمسة الأخيرة تعطي الجول للمنتخب المغربي. يعني رابع ركلة جزاء تحتسب ضد المنتخب المغربي في هذه البطولة. رابع ركلة جزاء تحتسب ضد المنتخب المغربي في هذه البطولة. بينما هنا كامبل، يلا يانيس، كامبل ان شاء الله يا يانيس، ان شاء الله تتصدر يا يانيس، ان شاء الله برا يانيس. كامبل الان يتقدم كامبل في الشباك. الوجهة كان صحيحة لكن في نهاية المطاف هنا على اليسار بالنسبة للشاوش 1-1. هدف جاء في وقت صعب صراحة، هدف جاء في وقت صعب جدا. يعني كنا قريبين من نهاية الجولة الأولى متقدمين. معلش لازلنا في المباراة 1-1 لفائدة المنتخب الأمريكي. لاحظ بأن كل الأهداف التي سجلت في مرمى المنتخب المغربي كانت من ركلات الجزاء. ركلتان في الدور الأول، وركلة في الدور الثاني، وركلة في ربع النهائي. 4 ركلات جزاء في هذه البطولة تحتسب ضد المنتخب المغربي. هذا يعطينا فكرة بأنه كان في أخطاء صراحة، كان في أخطاء على مستوى هنا ساقطة داخل منطقة الجزاء. نعم هنا ترفع داخل المنطقة. السابري عاد إليكم من جديد ليقول نعم لن نتنازل عن الانتصار بعيدا عن لغة الانكسار. هكذا هو التحدي بالفعل. السابري يتحدى الدفاعات الأمريكية، ويقول أنا حاضر. نعم سأكون الجوليادور في هذه البطولة. ماذا هناك؟ يبدو بأن بطاقة خضراء قادمة من المدرب الأمريكي في هذه اللحظات. هذا الصورة في كرة الجول. ياسين السابري يغالط الكل، يفاجئ الكل ليصنع التقدم مرة أخرى في الدقيقة 67. في الدقيقة 67 هذه الصورة، هذه الإعادة في كرة نعم سجل من خلال الجول. اللقطة سليمة. على ماذا يحتج؟ على ماذا يناقش في لقطة نعم كان فيها الأسبقية لياسين السابري. هدف صحيح 100% وليس فقط 100%، بل 100%. هدف سليم. ياسين السابري يغالط المدافع هنا بالنيران، النيران الصديقة، ولكن السابري كان بطل فيها. إذن 2-1 النتيجة تتغير مشاهدي الكرام. من غير السابري مصدر الفرحة ومصدر نعم شباك أمريكية تهتز في الدقيقة 66. ماذا هناك؟ لحظات يسيطر فيها الترقم من جديد، والحكم نعم يقر مشروعية الجول. على ماذا يحتاج؟ هذا جول سليم لإعادة نعم وضحت كل شيء. صورة على الإصرار، وصورة للتحدي، وصورة لهداف مستقبل على مستوى. إلياس يطلبها. امشي يا إلياس، امشي يا إلياس، امشي يا إلياس، إلياس
يقرب البعيد، هدف يقرب المسافات، هدف يعقد الطريق إلى المربع الذهبي. ياسين جسيم، ياسين جسيم فعلا، ياسين جسيم فعلا. هذا هو التحدي المغربي، هذا هو الإصرار المغربي، لا مستحيل مع المغربي. هكذا التحدي للمغاربة، دخلوا التحدي فكانوا في الموعد، دخلوا التحدي فكانوا في الموعد. من هنا البداية ومن هنا أصل الرواية في حكاية الجول الثالث. هنا الإصرار يا إلياس، امشي إلياس، يتحدى إلياس، حطها إلياس وجول جول 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 جول. الثالث مغربي مشاهدينا الكرام، الثالث مغربي حتى في الجول، حتى في الشباك الأمريكية. إلياس ما هذا الإصرار؟ من أين لك هذا؟ هذا التحدي المغربي. هؤلاء بعيدا عن لغة الانكسار، هنا في أرض تشيلي، أرض تشيلي في المونديال يصنعون